في الحقيقه اخر حلقه كانت مع الكابتن زاهر عبد الباسط كانت حلقه جدليه مش عايز اقول لكم كميه التصريحات اللي طلعنا بيها بعد الحلقه والسوشيال ميديا والتاني تاني. وحلقات الكابتن زاهر كده على طول، يعني تطلع بعد الحلقه تيجي تفتح السوشيال ميديا تلاقي الناس كلها بتتكلم على تصريحات الكابتن زاهر واللي قاله الكابتن زاهر واللي احنا واللي المفروض كنتوا تسيبوا الكابتن زاهر يتكلم وياخد وقته وياخد راحته ويقول اللي هو عايزه والكلام ده بقى اللي انتوا عارفينه. واحنا بينورنا الكابتن زاهر. الكابتن زاهر بجد اسم كبير وحد من الناس اللي احنا بنتعلم منها على مستوى كرة السلة. وانا لغاية النهاردة اراءه وافكاره حتى اما بيكون موجود في اي قناة واتفرج عليه في كل القنوات ما شاء الله عليه الله اكبر. مش عايزين يحسدوا عشان كده مش عايز يجي الايام اللي فاتت كل يوم في قناة. فالنهارده احنا جبناه معانا الاستاذ طارق مارس الضغوط وبجد بستمتع بيه وبتفرج عليه وبتعلم من كل اللي بيقدمه. النهارده كابتن زاهر حبيبي شرف لينا وجودك معانا. شكرين يا حبيبي، الله يخليك. المقدمه الجميله ديت انا ببقى فرحان اني ببقى موجود. والله ده اقل من حقك. وبعدين انت في الاخر ده بيتك، هتروح بقى هنا هتروح هنا هتروح القناه دي هترجع هنا تاني. اسكندريه الاساس هي البيت بتاعنا. وبمناسبه اسكندريه بقى تقول لنا انت رايك ايه في فرقه الاتحاد السنه دي؟ بص، السنه دي البدايه كانت متعثره شويه، يعني الراجل الاسباني ما قدرش يوصل للتيم يظبطه كويس، كان عنده شويه اصابات برضه على هبوط في بعض مستوى بعض اللاعبين. انما مع بدايه الماتشات والدنيا مشت، يعني نتكلم على السيريس الاخير بتاع الزمالك انك تخلصوا 3-1 ويبقى المنظر كويس كده، اللعيبه كلها كويسه، في غياب كمان دوله بيز، يعني لعيب اساسي مهم قوي وغير مش موجود. انما كانت فرصه اصابته ان قدرت تكسب واحد زي ياسين ياسر، قدرت تكسب واحد زي يوسف شحاته، قدرت تكسب اسمه ده ابراهيم خالد كمان. كان لازم باسم الليثي كمان يشارك للامانه، لان اما نتكلم باسكت بول كتيم، انت وانت بتبني التيم البوزيشنز بيبقى مهم قوي. يعني لما يبقى عندي بيير جاكسون والدوله وميدو ويوسف شحاته، هاتي اربعه السايز ده لا ما اقدرش اتحمله. يعني جوه تيم 4 من 12 يعني تلت الفرقه تقريبا السايز قصير قوي، ما عندكش الا شوشه البوزيشن ده. فلما دخل ياسين ياسر بيقدر يشيل الولد 1-2 ويقدر يشيل 3. كان لازم باسم الليثي يخش يشارك شويه عشان يبقى البوزيشن بتاع بوزيشن 3 ده مليان. حته ثانيه يعني برضه الواد عبد الرحمن خالد كان لازم يخش مع هيثم. يعني يمكن هيثم فاق شويه الثلاث ماتشات بتوع الزمالك لحد ما انس بسم الله ما شاء الله محافظ على التوب فورم بتاعه. علي بدأ ينطق في غياب بيبو، كان لازم عبد الرحمن خالد يخش، لان انت بتحتاج في بعض الفترات انك ما تقدرش تحمل 2 بيج مان لانه بيبطئوا، يعني بيهبطوا لك الترانزيشن اوفن زي ما بيقولوا. انما عايز اقول الدنيا ماشيه كويس، الاتحاد واصل للبيك. الحته الجديده اللي وصلت لنادي الاتحاد اللي احنا حسيناها ويمكن يبين من دلوقتي البنش بتاع نادي الاتحاد واضح ان فيه روح عاليه جدا وعايزين يكسبوا. صحيح. وهو ده اللي اداهم التوفيق وكسبوا. عشان لما نيجي نحسب انت ماتش زمالك 3 بولت كسبان، تترد عليك 3 بولت وتخش في اوفر تايم، انت خسرت الجيم. صح، انت خسرت الجيم. يعني لو كان 2 بوينت وهو حط 3 بوينت انت خسرت الجيم. انما الولاد الروح اللي جواهم واصرارهم على المكسب كان اهم من المكسب، عشان كده وصلنا الاوفر تايم وقدروا يكسبوه. الماتش الثاني انت كسبان 2 بوينت ولسه 34 ثانيه، كنا انها تمشي وتوصل لهيثم وينتابوا هذا التوفيق ويحط 3 بوينت توصل ل5 بوينت وتخلص بيها الجيم، ده نسبه توفيق عاليه. لا نبخس الزمالك حقه للامانه، عمل 3 ماتشات يعني 4 ماتشات هايلين، واخد منك جيم هنا وخسر الاثنين هناك. لا والزمالك عنده فرقه فرقه ممتازه جدا والامانه. يعني يمكن الشيء بالشيء يذكر، لازم اشكر المدربين المصريين اللي هم مخصوص حقهم للامانه. عشان لما نيجي نحسبها تلاقي وائل بدر هايل، رامي جنيدي هايل، عشان بس ما ننساش حد. طبعا احمد مرعي واشرف توفيق دولت مش هقدر اكلمهم لان يعني شهادتي فيهم مجروحه، يعني مش هنتكلم عليهم. انا بتكلم على الجيل اللي طالع. سوري الاتصالات عامل سيزون يعني فوق الوصف. المدربين المصريين عاملين شغل كويس قوي. وبرضه يعني احنا عندنا 2 اجانب، واحد في الاهلي وواحد في الاتحاد. اللي عندنا هو
ظروفه حلوه ومساعداه والفرقه تحت ايده ماشيه والدنيا كويسه. احنا ابتدينا التصريحات اهو على فكره. انا مش هكمل اهو، احنا ابتدينا التصريحات. لا. يعني هو ظروفه لغايه دلوقتي ماشيه معاه. ظروفه ماشيه، تمام. بس لما نيجي نحسبها بارقام ونتائج، تمام. لا هو خسران بطولتين، صح. خسران المرتبط وخسران السوبر. لغايه دلوقتي. فحساباته معانا يوم 19/4 هو يعني ان شاء الله، وعندهم بكره مع الجزيره في دور الثمانيه، وبعد كده دور الاربعه مع الكسبان من الاتصالات وسبورتنج. اعتقد كابتن انا برضو مش سهلة. عايز احسبها ايه، لان ممكن النتائج بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق، لكن هل المدربين الاجانب بصفه عامه احنا استشعرنا انهم لهم بصمه في اداء فرقهم؟ ادي واحد. نمره اتنين، وهل فرقهم لو الاتحاد النهارده بيكسب لارتفاع مستواه، ولا لان الفرق اللي قدامه ممكن ما تكونش بنفس قدرات اللعيبه اللي عندنا؟ بص يعني هو انت كلامك يعني انت حلتها جميل قوي بصراحه. بص المستوى العام للامانه لا مش كويس، يعني المستوى العام على الفرق مش كويس. اقوى فرقتين موجودين فيك يا مصر دلوقتي نقول الاتحاد والاهلي. الاتحاد فايق حق الله. الاهلي لا، الاهلي بقى طبعا وضعه مش كويس، بدليل مع كامل احترامي للاتصالات كانت الماتشات ديت بتخلص سهله بالزبط. يعني ما فيش منها مشكله. كانوا انه يخسر منهم ماتش والماتشين الثلاثه يكسبهم بالكريتيكال، لا يبقى في هبوط. عشان كده الزمالك بدا يظهر باولاده صغيرين بقى دخل في الصوره. وادي الثلاث انديه الكبار اللي احنا يعني عينينا عليهم. الاجانب للامانه وحق الله يعني يمكن اوجوستي نجح عشان نديله حقه، لانه الراجل جاب بطولات مع الزمالك، جاب بطولات مع الاهلي، جاب بطولات. بعد كده ما فيش. نادي الزمالك جاب 3 أو 4 اجانب فشلوا، الاتحاد جاب 2 3 برضه فشلوا. مش فشلوا عشان هم فاشلين، لا هم الكيمياء بتاعتهم ما ركبتش معانا. تمام. بس يعني تجيب مدرب اوجوستي الكيمياء بتاعته ركبت، لا هو كان عارف ركبت وماشي. وديه فرقه ثانيه ممكن ما يعملش النتائج دي كلها. على فكره ولا منتخب مصر ما يعني بالظبط. وهو طالع هو ماسك المنتخب هو يمكن ما اداش يعني جاي برضه المنتخب، مش هتخش في المنتخب مش لا هتكلم في بس خلينا في الانديه بتاعتنا. بس انا عايز بقى ايه في الظل ده عشان ناخد منك تصل. انا شايف ان افضل يعني مستوى للاعبين موجود في نادي الاتحاد طبعا. تمام. طبعا. انما المستوى ده مش واصل للدرجه اللي المفروض يوصل لها. انت معايا في الكلام ده؟ انا معاك. بص هم وصلوا ليه؟ لانه عايزين يكسبوا. الروح والحماس اللي هم بيلعبوا بيه دخلهم، وصلهم للبيك، خلاهم يكسبوا. بدليل ان في ماتشات بتبقى كريتيكال، لسه قايل لك ماتشات الزمالك قدروا انهم يقفوا ويكسبوا. انما لو ما كانش فيه الروح ديت لا انت تخسر من اي فرق. وده اللي حصل وكان ده اللي بيحصل. احنا من 2019 ل 2026 7 سنين مظبوط احنا بنلعب فاينل. صح. يعني بالنسبه لنا الاجنبي ما عملش حاجه، لسه ما خدتش منه حاجه. احنا بنلعب فاينل بقى لنا 7 سنين نفس الكلام ونفس الفرق مع الاهلي، وبنوصل للجيم الفايف برضه. الاجنبي بتاعنا لا انا لا احكم عليه حالا دلوقتي، يخلص بس الكاس ده، لان هو لازم الاختبار بتاعه الكاس صراحه. هو لو ما خدش الكاس بالظبط، لو ما خدش الكاس لا ما يعني وجهه نظري الخاصه لا لابد من التغيير. ده لو ما خدش الكاس، لو ما خدش الكاس طبعا مع فرقه بسم الله ما شاء الله جاهزين وفايقين. والحته الثانيه متوقع وبنسبه كبيره لان الاهلي هيلاعب الزمالك. هات لنا يا اسامه اللي هتلاقي معاك الجدول بتاع مباريات الكاس السكه ماشيه مع اهلي زمالك بالظبط، واتحاد يعني هيخلص جزيره ويقدر يخش على اتصالات او سبورتنج. فلو الاهلي قدر يعدي من زمالك فانت هتلاعب هو ده الجدول اهو معاك يا مع اهلي. دي الحسبه اللي لازم احكم عليها مع الراجل. يعني لابد ان حساباته تيجي تعالى بقى. يعني انا استنيتك سنه اهو سبتك الفرقه شكلها كويس، بس انا شكلها كويس مش فني، روح وحماس. انس فايق، ميدو فايق، الدنيا بياب جاكسون ركب مع الفرقه وفايق وشايلهم والدنيا شكلها يعني الشكل العام لا جميل وكويس. لازم نتيجه. طب انا بس ممكن اسال سؤال بقى فني في الحته دي، بما ان احنا بنتكلم ان لسه يعني احنا بنتكلم ان جوده استاذ طارق بيقول وحضرتك بتؤكد ان جوده اللاعبين ان احنا عندنا من الاخر احسن لعيبه في مصر جوه نادي الاتحاد السكندري بلا منازع. فانا النهارده اللعيبه دي هي اللي شايله الفرق. طب ايه اللي ناقص في الملعب؟ تكسب، تاخد بطوله بس تاخد بطوله. لعيبه جاهزه. انت في كل بوزيشن عندك دلوقتي 2 3 لعيبه كويسين جدا. يعني هو دي مشكله اما تيجي يعني تفنطهم كده على مستوى مصر كمان، ده باستثناء يمكن عمرو الجندي وايهاب امين
المفروض ان هم داخلين في الحسبه في النادي الاهلي، لا احنا بقينا اعلى منهم. يعني لما تيجي تقول بيير جاكسون مع المحترف. مع محتوى الاهلي، لا فرق شاسع. بعيد. على فكره محترف الزمالك كويس. ايجا انجلش بس خلاص، هو بيلعب ماتش بيلعب ماتش كده وخلاص. ثلاثه تانيين، لانه دفاعيا احنا الدفاعات بتاعتنا بتبقى كويسه. شوش اشتغل عليه كويس، الواد ياسين ياسر عمل ايه شغل كويس، يوسف رفعت خنقه. فانت اللعيب اللي هو حلوله نسب 3 بوينت بس، ده يعني لما انت بيير جاكسون بوينت جارد، عارف التيمبو امتى وطالع فين، اللي بيخلصوا بيديهم ما بيخلصوش، هو انا اخلص بيشيل صراحه. لا ثلاثيات تلاقي 2 بوينتس تلاقي فانت عندك بيير جاكسون تحت ويخش الباسكت. معاك دول، يخش ميدو طه، يخش يوسف رفعت، يخش ياسين ياسر، يخش شوشه شوشه البافاي. بعدين تخش على البوزيشن بقى الثاني، هتلاقي انس، تلاقي هيثم، تلاقي علي، تلاقي عبد الرحمن خالد، تلاقي باسم الليثي. لا مقومات تيم ما لكش حجه، ما لكش حجه. الفاينل بتاع الكاس ان شاء الله يبقى لازم تجيب اول بطوله عشان نقول ان انت مدرب كويس وناجح مع هذا دي التيم. الاستراتيجيه بتاعته. طيب على مستوى الايقاع، على مستوى اللعب، يعني انا ساعات بحس، تعالى نتكلم على 3 ماتشات عشان هم دول المعيار بتاعنا. انا بحس ان في اوقات، يعني اول مباراه، تعالى نتكلم على اول مباراه خالص لان هي دي اللي كان فيها الكلام. انا يعني طب ايه اللي حصل؟ انا اقول لك اللي حصل، ايه السويتشيه دي؟ نفس الكلام طبق مع الاهلي. انا هلعب الزمالك، ما انا كسبهم ماتشين رايح جاي، كسبهم جوه الزمالك واحنا كنا سيئين جدا كمان. الاهلي نفس الكلام بيلعب اتصالات، نفس القصه، كسبهم ماتشين، فالدنيا رايحين رايحين بدليل الاهلي خسران 20 بونت من اتصالات. المفروض يحصل ده، تحصل نصيبه في ده المدرب، تحصل كارثه والله تحصل نصيبه. يعني مش اللعيبه بس اللي تتغير، ده المدرب ومجلس الجهاز الاداره كله بتاع كل سنه اتغير. نادي الاتحاد انت خسرت من الزمالك ويعني شكلك وحش، انما ما انتش، لا المسافه مش بعيد. مش بعيد. حتى تحسها كمان يعني 2 بوينت وكان لسه باقي دقيقه ونص ورايحين على الهجوم، يعني بياخدوها يوسلس عادي كده. غير ال3 ماتشات التانيين. يعني ال3 ماتشات لما تيجي تبص عليهم تحللهم، لا في الكريتيكال كان بيعمل كده، جاكسون يديها لانس يخش يلم الناس يروح مطلع لهيثم، هو الماتش اللي انا شفته اسطوري قوي، ماتش ال 108 103. الكوره غاليه، كان صعب قوي. الكوره كانت في ايدهم غاليه، ال3 ماتشات الكوره كانت غاليه. صح. ويعني هقدر اقول لك ايه، ناسوا كلمه انا. ما هي انا دي بتخرب اي فرقه. طب ما ده شغل المدرب يا كوتش. ما احنا متفقين على الكلام ده، ما انت شغل مدرب وشغل صحافه. ما انت برضه يا عيني، هو يمكن الراجل عشان اجنبي فهو مش دارس حاجه. انما انت لو مدرب مصري موجود كان زمانه اتقطع البدله بتاعته واتبهدل، وممكن كمان ياخد قرار مجلس الاداره يمشوه في اي وقت. احنا يعني الحلقه الاضعف دايما ما بناخدش السبورت من المجلس الاداره زي ما بتدوا له الاجنبي. يا جماعه حاسبوني في الاخر، ما ينفعش تحاسبني على مشوار. وبعدين ما مفهوم كلمه رياضه مش موجوده. الرياضه ما فيش حاجه اسمها مكسب بس، ما فيش حاجه في الدنيا كده. الاب داون ده عادي، يعني انا ماشي الدنيا ماشيه، وقعت ايه المشكله؟ ما انا هقوم اقف تاني ان انا كويس. انما احنا عندنا لا، احنا عندنا يخلص الماتش كسبنا تلاقي طبل وضم، تاني ماتش يعني. وائل بدر مثال صغير، الراجل كسبنا يا عيني، وماتش اول ماتش هنا عملوا له تمثال جوه نادي الزمالك، تاني ماتش كسروا التمثال على دماغه. في ايه؟ بيقعد يا جماعه، هل الراجل قصر ما قصرش؟ فرقه كويسه بتتبنى، شكلهم كويس. لا وعلى فكره الزمالك مش ما عندوش الامكانيات الله بتاعه الاتحاد في السله. مش لا في الوقت الحالي انا بتكلم عندهم ظروف، يعني انا مشاكل. مش هتكلم على امكانيات. يعني انت عندك اجنبي جابوا لك اجنبي، وعندك لعيبه كويسين وانت بتشتغل وهو بيشتغل، انما كم المشاكل اللي موجوده جوه هو ده نظام اداري. زي انت دلوقتي فتحت برضه لغه. جه في وقت كان مدربين مصر كلها من نادي الاتحاد، دلوقتي نادي الاتحاد بيدور على مدربين. خطأ ده خطأ مين؟ يعني خطأ المسؤول حضرتك، المسؤول. ما هو المسؤول يقول لك طب نجيب سين، لا ما قالوا لي عليه مش كويس. مين اللي قالوا لك؟ انا دي اللي هتجنني، انا عايز مين اللي بيقول؟ يعني انا عايز اجيب صحفي كويس يكتب في جريده الاهرام كويس. مين؟ الاستاذ طارق. يا استاذ طارق ممكن بس اشوف طب ايه النظام، ايه الاخبار بتاعه، يعني سي في بس، اشتغل فين، عمل ايه، جاب ايه، نظامه ايه، صح بس. انما احنا عندنا لا، انا بحبك يا رب تبقى انت موجود، ما بحبكش مع السلامه. دي النسيبه اللي شغاله. بس برضه انا شايف ان حتى الاجيال القديمه ما اهلوش مدربين يطلعوا
بيبقى بالمستوى اللي كان موجود. ما هو ما يعني, بيدكش يعني الفرصة انا ما يا طارق. عنديش بقى بديل للكابتن زاهر، ما عنديش مثلا. بديل للكابتن عمرو بالظبط. ابو الخير. مين اللي قال ما الكلام عنديش- ده بس؟ لا، هنتكلم في هو حته كابتن عمرو. صحابة مش هواه احنا وشيخ خديجه المغربيه لا يعني كانت برضه مين بنطلعها. المدربين، مين كل- المدربين الصغيرين؟ كل مدرب يا أستاذ طارق، اي مدرب باسكت فهو كويس، هو بيدي هاندبول وهو بيلعب باسكت، بيدي باسكت. وفر له المقومات، سبورت، احميه بس. انت عايز يعني انا هقول لك حاجه بسيطه. انا هتكلم عن نفسي، بلاش نتكلم عن حد عشان ما حدش يزعل. انا لما مسكت فرقه نادي الاتحاد وقعدت ميدو طه ما لعبتوش. تاني يوم هروح. ادي تالت تصريح في الحلقه. لا يعني هو فيديو جامد للدرجه دي. لا، هو حته ميدو زي بيتكلم على حته ميدو. الميديا طارق، الميديا هتكسر الدنيا. دلوقتي في ناس بتحلل الماتشات في الميديا، صح. بيحللوا وبيجيبوا ارقام، دي حاجه كويسه على فكره. بس حضرتك انت بتجيب ارقام ما انتش عارف الموقف. كان لازم طارق يلعب. طارق ما اتمرنش بقاله يومين عشان مصاب وانا مش قادر انزله. لا كان لازم تلعب، وكان لازم تلعب زون. حبيبي انت مش في حسابات كده برضه انت مش هتشوف. تجننك. صح. يعني مش مظبوط، دي بس اللي ناقصه. وقفوا جنب الناس، خلي الحسبه في اخر المشوار. انت مش بتركب تاكسي بكل خطوه يقع تقول له نزلني، مش هينفع. خليه يوصلك لاخر انا المشوار ويديله بتكلم الحسبه في بتاعته. قضيه ثانيه. انت النهارده الانديه ما بتهتمش بتاهيل المدربين، ولا انها تبعتها دورات، ولا انها تعمل معايشه، ولا الكلام ده. مين الانديه اللي بتعمل الكلام ده؟ مفيش. بس مفيش. انت ما كنتش انت من نفسك هتعمل بالظبط. الكلام ده. انت شوف انت هتفضل قلت ايه. مكانك. فانت هنا احنا بنظلم اجيال طالعه. طبعاً. يعني انت مثلا كابتن زاهر، انت اشتغلت مع كبار واتعلمت منهم، نقلوا لك كل الخبرات. بالظبط. تمام. فاصبح الكابتن زاهر اللي عنده كل الخبرات، وانت اشتغلت على بس نفسك. ما وقفتش. بالظبط. لا ما وقفتش. ما انت اشتغلت على نفسك وايه، وبدات ايه تروح انت بنفسك سافرت كتير تمام؟ واخدت دراسات كتير. امر فبقى طبيعي. في الكابتن زاهر. ونفس الحكايه ممكن اقول لك 10 اسامي دلوقتي، والكابتن عمرو ابو كابتن عمرو الخير الخير. والكابتن شريف عزمي وكل ده. وعندنا احنا مثلا كابتن رفيق يوسف، ده محاضر دولي رفيق يعني طبعاً. جدا طبعاً. تمام. فانت عندك النهارده مجموعات. ازاي النهارده انا كايه انديه ما بجيبش الناس ليه وتدي دورات وتطلع اجيال جديده، عشان لا نستعين بمدربين اجانب احنا نفسنا مش مقتنعين بيهم. ما هو النادي لو يساعد، بس يعني يساعد مع 2 3 مدربين يكونوا برومس وعايزين يسافروا، امكانياتهم الماديه لا تسمح، اساعدهم واسفرهم. بالظبط. انا هبقى مستفيد يعني. آه. كنادي انا كان هبقى مستفيد، لان برضه بتتكلف. يعني لما تيجي تقول لمدرب تعالى اطلع اتينا واقعد 5 ايام دراسات كلينيك، المفروض واحده الشهر ده هتبدا تشتغل في اتينا على الفاينل فور بتاع اليورو ليج. مجموعه مدربين بتوع اليورو ليج حاجه فوق الوصف. فانت هتروح هتستفاد كتير جدا جدا. بس انا هروح واخد دراسات وارجع. لازم السبورت من هنا. بالظبط انا معاك. وعلى فكره لو معايا فرقه 18 سنه 18 سنه مش هقول لك درجه اولى. يجي لك التليفون انت ما تلعبش فلان ليه؟ مين؟ لاعب مين؟ ما اصل يا ابوه فلان الفلاني وموصي عليه وبتاع. الدنيا مش حلوه صراحه. اولياء الامور توحشوا داخل الانديه، ويمكن انا معلش انا يمكن باخد راحتي معاكم وانتم عارفين. ما ينفعش. دي واحده. 2 مسؤولين الباسكت بول في الانديه ما لعبوش باسكت عشان يقعد يتكلم معاك ويناقشك. وانا برضه محتاج حد صباط فوق دماغي. تعالى يا كابتن نقعد نتناقش. انت حضرتك ما لعبتش ليه؟ طب اقول له معلش طارق مصاب، يسكت. انما لازم يجي يقول لي. ما هو ده حضرتك قلت حاجه كتيره جدا دلوقتي. ان اللجان المسؤوله او بعض المسؤولين في بعض ما الانديه لعبوش باسكت، وهو المشرف على اللعب، ما لعبوش رياضه. الشغلان. ما لعبوش رياضه، مش ما لعبوش باسكت. ما انا هرجع لك الجيل بتاعكم كان اللي مسؤول عن السله والمرجعيه بتاعته كان الدكتور عبد الوهاب والاستاذ محمد الضحاك. ربنا يا رب يديهم الصحه. هم دول اللي وكان اي حديث عن الباسكت من خلال المجموعه دي، وانضم لهم بعد كده الكابتن سيد مبارك تريبس الله يرحمه. تمام. فانت النهارده كان عندك اللي متحدث باسم كره السله. احنا افتقدنا ده في نادي الاتحاد. طبعا انت قعدت 10 سنين من 79 ل 89 مسيطر. عرب وافريقيا ودوري وكاس والدنيا مسيطره. ليه؟ الليج كبير بتاع باسكت بيحاسب. ومعاك مدير فني كان الله يرحمه الكوتش فؤاد ابو الخير. يعني هنقعد نتكلم من هنا لغايه بكره. الدكتور محمد عبد الوهاب الله يرحمه، باشمهندس سعيد جميل. لا وبعد كده جه بقى دخل
دخل شريف عزمي برضه اخذ كان دي بدايه كابتن شريف عزمي دلوقتي ده في التوقيت ده، صح طبعا صح. دخل بعد كده عمرو ابو الخير عمل بطولات لان كان بيكبروا الراجل وبيقفوا جنبه وواقفين جنبه، واللعيبه كمان كانت بتتلم وبيلعبوا. ما كانش فيه برضه الماده العاليه اللي عملت اللي بوظت اوضه اللبس كتير. انت الاربع خمس سنين اللي فاتوا دولت اوضه اللبس مش مظبوطه، مش مظبوطه لان الفروقات بقت. يمكن الكابتن احمد عمر جاء لما ما هي دي. بص الغربال الجديد احمد عمر شخصيه بسم الله ما شاء الله عليه فنيا واخلاقيا. وكنت انت خسران. احنا كسبنا 2019 وخسرنا 20. لا انت كنت وقفت يعني وبتخسر ايه يعني حاجه مأساة. بدايه من دوري الزمالك بتاع اوجستي كسبان انت 30 بونت وراحوا رافعين كتافهم واحنا خسرانين الماتشات والسلام عليكم بتلعب وولتر هوجي وانس اللي كسبوك واخدوا منك الدوري. السنه اللي بعديها الاهلي راح اوجستي ماشي راح الاهلي راح مشرفاتك واخد منك الخمس بطولات. جاء احمد عمر لم الدنيا واخد منه دوري وكاس واخد 2 سوبر والدنيا مشت تمام. ايه اللي حصل؟ اوضه اللبس باظت. اوضه اللبس باظت. مفيش كنترول خلاص الدنيا باظت. يعني ايه اوضه اللبس باظت يا كابتن؟ يا كابتن يعني معلش انا تعالى بقى نقف شويه طالما الموضوع. هقول لك حاجه، انا سمعت حاجه شبه دي كده من عضو مجلس اداره في كلام يعني، بس طبعا انا يعني ما ينفعش اقول كلام تفاصيل اكتر من كده، لكن ده بيحصل. بص يعني هل السبب بيبقى ايه؟ بيبقى الماده العقود؟ ايه الموضوع؟ الماده والعقود والفروق. الفروق كبيره ليه؟ ما انا شايف معاك وتعبان فين؟ اشمعنى فلان؟ فاشمعنى دي من جوه. بص فيها عندنا مقوله كده، اذا صفت النوايا صلح العمل. النوايا مش صافيه عمر ربنا ما يصلح لك العمل ابدا. دلوقتي النوايا صافيه اليومين دول عشان ما انت تحسبها اصل بتبان لك ازاي في الملعب، بتبان لك ازاي من المواقف بعض وبيجروا على بعض. دي واحده. اتنين التوفيق اللي هو كتير قوي. بقول لك انت كسبان 2 بوينت و34 ثانيه لو جلتها هيروح يكسبك. انجلش يحط 3 بوينت يضيع منك الجيم، انما لا تاخد تنزل لانس يديها لهيثم يحط 3 بوينت ويبقى 5 بوينت. هيثم عمل ده في ماتشين ورا بعض والدنيا وبعدين ايه؟ لو عندك اللقطه دي انا بحبها قوي في الماتشين. السكه فاضيه يعني كان لازم يخش يعني مش يكسر بيها الحلقه. هقول لك على نفس التفصيله ديت في الفاينل الدوري مع الاهلي مع احمد عمر. صح. انت خسران 25 بونت الماتش الخامس السنه اللي فاتت مع عمر 25 بونت. كوارتر الثالث والرابع شديت حيلك وجا الماتش لغايه بونت وباقي بالظبط 11 ثانيه يروح عمرو الجندي داخل اللي هو ما بيبصيش لحد وعاملها رامي وعاملها كده 3 بونت يخلص بيها الجيم. يبقى التوفيق وعدم التوفيق لو كانت الكوره دي اتقطعت كنت انت خدت الماتش. فالتوفيق وعدم التوفيق بيجي منين؟ من صفاء النيه والعزم ويلا بينا. انما لما بتبقى مش موجوده بتبقى المحصله مش كويسه. طب هي دي غلطه مين؟ ما هيجي يقول لك الاحتراف وهيقول لك والله فلان ده رقم وهو طالب كذا وعشان اخليه في النادي لازم ادفع له كذا. ايه الحل يعني في القصه دي؟ العرض والطلب ما اختلفناش عليه يعني ما بنختلفش عليه. انت فاهمني؟ بحاول اجيب لك وجهه نظر الاخرى. انا ماشي انا موافقك بس هي عرض وطلب. هو عرض وطلب مش لازم انت طلبت انت وانت قاعد معايا قلت لي انا عايز الموبايل ده صح؟ قلت لك خد مالكش دعوه بقى بالطارق لما يجي عايز عربيه وديها له. لا ليه اديت له العربيه يا عم انت مالك؟ لا هي دي لو قدرت انك يعني تدكك الدنيا ببعضيها الدنيا هتمشي. واضح ان هي متدككه دلوقتي واضح. يمكن يمكن مش مقصرين بيلمهم والنتائج مساعده. فاحنا الموقف بقول لك يعني يوم 19 ان شاء الله لازم يبداوا يلوقوا دعم البطوله لان بقول لك احنا من 2019 او من 2020 يعني 6 سنين ما خدناش حاجه باستثناء السنه بتاعت عمر. لا سنه عمر خدنا فيها بس انت كابتن عمر ماشي بس ما ينفعش بالمقاومات اللي عندك دي تبقى عامل كده. بس عايز اقول لك على حاجه وانت قلتها يمكن اصل دي مدارس في الاداره. يعني في مدرسه تقول لك لا انا احط سقف محدد للاسعار اللعيبه عندي طبعا تمام. وخد بالك فرقه البطوله دي برضو لها ثمن. انت بترجع للدكتور كمال شوقي. لا والله بترجع للدكتور كمال شوقي. لا دي مدارس. في انا بحط لك هنا انا دي فرقه البطوله انت جاي تلعب في نادي الاتحاد فريق البطل واخد بالك. لكن جزء من اللي حصل فيه اللخبطه اللي قاله الكابتن زاهر ان الاسعار اختلفت. ما ينفعش ان انا باخد
لعيب هياخد 10 مليون ولعيب تاني هياخد مليون. لا هو في مشكله واحنا تانية. الاثنين في فرقه واحده. هي المشكله الثانيه ان انت مش حاطط لوائح مثلا في الاتحاد لسقف للاعبين، فهيجي المنافس اللي هو مثلا النادي الاهلي هيرفع عليك الاسعار وهياخد منك كل اللعيبه، وانت الموضوع هيمشي بالطريقه دي. انا مش معترض حضرتك، انا محتاجك وانت هتجيلي، عايز كام؟ عايز 10 قروش هديهم لك، بس في حساب، في حساب جوه هو ده الكلام ده، بس لازم يبقى في حساب. ده كان كابتن رفيق يوسف قال وحضرتك قلته صح صح صح. جوه النادي تعالى يا حبيبي، انت قد هتديني كده بقى؟ وغيابك قد كده، اصابتك انا متحملها عالجك، بس هتاخد 50%، ادي لك ازاي 100% يعني؟ بالظبط. يعني يعني انت قلت في بقى حسابات. العقد الكبير بقى، العقد الكبير ده احنا ناقشناه قبل كده مع بعض. ان كابتن خالد صباغ برضه كان بيتكلم في القصه دي بالظبط. والدكتور رفيق اتكلم في القصه دي. كل اللي جم هنا بيتكلموا. فانا النهارده بدي لك 10 مليون جنيه بس مقابل ال 40 مباراه هتلعب لي 36 في المباراه هتلعب لي مثلا 35 دقيقه. يعني بص التفاصيل بتاعت انك تلعب قد ايه وما تلعبش، دي مش بتاعته، دي بتاعت المدير الفني هو اللي يحدد المده. انما اقصد مساهمات العامه في شويه رولز مطلوبين منك تأديهم وانت راجل محترف، وما اقول لك تعالى جميل الصبح تقول لي لا مش جاي، ما تجيش يا حبيبي، بس في قد كده خاص. اتصبت، لا ده لازم اعالجك، اروح اوديه يتعالج، بس مش هديك ممكن اسالك سؤال من غير اسماء، ممكن اسالك سؤال من غير اسماء، وحضرتك كنت بتدرب هناك وموجود في كل حته، هو ده بيحصل؟ لا يعني بيحصل ممكن اللعيب مثلا يقول انا مش جاي لا بس لا الصبح على الهوا على الهوا. وبعدين اصلي بص خلينا بس ولا يا كابتن قول لي بقى مدرب طول ما في سبورت، ويعني برضه هنجيبها يعني محمد مسلحي كان سبورت 100% بصفته لعيب باسكت، وراجل كان بيدعم وعامل شغل مع الباسكت. يعني لا تبخسوا الناس اشياءهم، باسكت بول او النادي الاتحاد لازم يذكر محمد مسلحي، ايا كان اللي موجود دلوقتي. الاستاذ محمد سلامه يكمل هذه المسيره زي ما كان الكابتن فؤاد ابو الخير ماسك الباسكت، وبعدين الدكتور عبد الوهاب كمل الباسكت، الكوتش سعيد جمال كمل الباسكت. لا نبخس حق الكوتش فؤاد، نفس الكلام، لا نبخس حق محمد مسلحي. محمد عمل واجتهد، له ما له وعليه ما عليه، انما اجتهد وعمل حاجات كويسه كتير. كان السبورت بتاعه لان هو اللي كان بيسوق بيقدر يحل لك المشاكل. استاذ طارق مره في حلقه، بس انا اسف مش مقاطع، استاذ طارق في مره في حلقه من الحلقات بمناسبه الموضوع ده قال احنا اللعيبه كان في مشكله عند اللعيبه، قال اللعيبه محتاجه الاستاذ محمد مسلحي يسافر لهم او كانوا يروحوا لهم الملعب، كانت في افريقيا وحصل الكلام ده. لا انا عايز اقول لك انك انت النهارده بيبقى في حد عنده الايه زي ما يقولوا المفتاح السحري بتاع التعامل مع الايه، صح، زي ما احنا كنا بنقول الاسامي دي كلها يعني، وبنختتم بايه؟ بمحمد مصلحي. يعني انت بدات بالدكتور عبد الوهاب و طبعا وخير وكل الناس كل المجموعات الحلوه والاستاذ الطحان كل المجموعات الجميله دي، ان هي اللي كانت بتبقى عارفه مفاتيح التعامل ازاي وازاي يعمل. وكان يعني انا فاكر لو انا سافرت كتير كان كابتن سيد مبارك موجود، ازاي النهارده كان بيحتوي الفريق وبيتعامل معاه وبيتدخل امتى وبيعمل امتى وبيفض الاشتباك امتى. كل ده مهم جدا في كرة السلة. النهارده ده مهم ان يبقى موجود عشان استمرار الاجيال واستمرار النجاح. بالظبط. انا مش عايز يعني احنا عاجبني التوبيك، بس لازم في مواضيع تانية لازم اتكلم فيها لانها مهمه برضه ومطروحه، وهي بتاعت اللي جاي. خلاص احنا بنتكلم، احنا شايفين احنا محتاجين بطوله، محتاجين ان اللعيبه تصدق في ان ده نادي كبير وان ده نادي بطولات، وان تاريخ النادي ده اللعيبه اللي لعبت في النادي ده والاسماء اللي عدت عليه حاجه صعبه في تاريخ اللعبه على مستوى اللعبه كلها، فهم لازم يبقوا فاهمين ده كويس. لكن تعالى نتكلم على رؤيه تانية. بتشوف ان الناشئين النهارده اللي موجودين اللي هم المفترض ان هو الاساس، لان النادي ده تاريخه بيقول كده، لا والنادي تاريخه ومستقبله كده. يعني انا النادي الاتحاد كانت عظمته دايما في قطاعات الناشئين، وعظمته دايما في قدرته على ان هو يدعم بلعيبه موهوبه للفريق الاول، وده اللي كان بيحصل. الاتحاد ما كانش بيشتري حد ولا بيجيب حد من بره، يعني هل ده موجود النهارده ولا لا؟ بص يمكن ايه الموضوع؟ يمكن اللي كنا بنشتري كان بيبقى واحد مثلا بالكتير اثنين، يعني ده الماكسيموم كان بتاعنا، انما دلوقتي لا الدنيا فتحت شويه. كانت فرقتكم كلها كانت اتحاد. انا هقول لك حاجه بس بسيطه، كان اي لعيب بيظهر كويس جدا في مصر اسكندريه كلها كان يتمنى انه يمشي جنب نادي الاتحاد. حلوه الجمله دي. دلوقتي ما بيحاولش انه ينزل محطه الشرطه
بقى في سبورتنج وبقى في سموحه وبقى في مصر، صح. وبقى عندهم اخدوا ثقافه كمان النزول لمصر، مع ان كل اللي طلعوا من اسكندريه وراحوا مصر باستثناء اباء امين كلهم فشلوا. ما حدش ظهر خلاص. ولا هيظهروا ولا هيظهروا. يمكن انا مش عايز اقول اسماء تانية. اخرهم الحلواني مثلا ماشي من سموحه راح مش موجود دلوقتي. ده كان مكسر الدنيا، حلواني كان مكسر كان الدنيا. هايل تيفا كمان ولا اسمه تيفا راح الاهلي، مش كان في سبورتنج عامل حاجه كويسه قوي. على فكره لغايه النهارده برضو انا ما شفتش بيبو قوي يعني. بيبو اتصاب أيوة، بس ملحقش بيبو يعني. جاي يعني البوزيشن اصلي ده بوزيشن 5 عندنا صح. عندنا صعوبه فيه شويه، صح. ما عندناش حد يعني تقيل. فبيبو لما يخف ويرجع لان بيبو كويس لعيب، لا. لعيب كويس يعني. السنه الجايه اعتقد ان هيبقى اضافه كويسه النادي الاهلي، وهيظبط لهم لان البوزيشن عند النادي الاهلي بايظ، مش يعني عمر طارق وسيف سمير بس، فمش هيقدر يتحمل السيزون الجاي الا بعود الاتحاد دلوقتي. انما لما نتكلم عن الناشئين برضه ما تقول يا كابتن. اختيارات بص ما انت عايزين تقول يا كابتن، جت على الحلقه دي. اختيارات المدربين للمرحله ديت ينتابها كتير من عدم الصواب. لا انا هسهلها لك بقى عشان انت لا مش هتقول. لا انا هقول. انا عندي النهارده في كلام، وده كلام انا من المطبخ، انا كنت قاعد يعني في القعده، ان المدرب المساعد او المدرب العام اللي هو الاجنبي بيدرو لاوسكار هو بيدرب الفرقتين اللي فوق، وتحت لسه احنا ما استقرناش على حد بقى يمسك قطاع الناشئين. قالوا له قالوا له وهو رفض. قالوا له رفض. ما رفض. مين اللي قالوا له؟ ما هي دي قالوا له نجيب سين. لا يا عم ما ده وحش، قالوا لي مش كويس. طب نجيب صاد، ما اصلي مش هينفع، قالوا لي مش قوي. طب نجيب عين، ما ينفعش. يعني صعب قوي، صعب الكلام اللي يدار دلوقتي. طب ما نجيبوا سين من سيدي جابر من هناك، ما هو كان بميتك جنبك يا عم. اعبد وقول له لا، اعبد واقعد خد منه اراء وخد منه تفاصيل وقول له لا. بلاش قالوا له، قول انت. يعني انا هتكلم عن نفسي، بلاش نتكلم على حد. ما انا مش موجود مدرب باسكت ولا انا بتاع هاندبول؟ ده انت بتاع باسكت كويس، والحمد لله عندي سي في كويس، عندك سي في كابتن وابن النادي يعني مش محتاجه. صح كابتن، عاوزينك اهلا وسهلا، تعالى كابتن عندنا قطاع الناشئين، ايه رايك؟ مفيش مشكله. طب انتوا مطلوب مني ايه؟ طب 1 2 3. طب انا طالب منكم 1 2 3 هتقدرهم؟ اوكي يلا بينا نبدا نشتغل. سهله الامور، سهله. انما نقعد مع بعض احنا اهو نجيبوا سين، بلاش سين اصلي صعب. طب نجيب صاد، لا مش اصلي مش هينفع. طب نجيب عين، طب ما دي مشكله. طب ايه رايك فكره ان خلينا ناخد واحده برضه حته ثانيه وهنيجي لحته عشان يعني في كلام فيها، بس تعالى نتكلم على فكره ان بيدرو يبقى هو المسؤول عن قطاع الناشئين، مدير واحد اجنبي برضه يمسك قطاع الناشئين بتاع نادي الاتحاد السكندري. ده حاصل فعليا. هقول لك برضه عشان تبقى عارف، وانا قلت الكلام ده للاستاذ حسن الحلقه اللي فاتت. ما انا كنت مستنيك عشان اقول لا هو لان قطاع الناشئين بالذات بيحتاج رؤيه تانية خالص غير الاجنبي، لانك بتضطر لازم تروح لمراكز شباب، انديه صغيره، وتتابع وتشوف وتكتشف وتجيب. هو ما عندوش القدره دي خالص. طب النادي الاهلي جاب مع اوجستي، جاب مدرب لقطاع الناشئين، حصل ما كملش سنه ومشوه، لان قطاع الناشئين لا ليه متطلبات خاصه وليه مواقف خاصه. في عندنا يعني في قطاع الناشئين بالذات لازم الراجل يبقى ملم تماما بالقطاع، بكل ما تحتويه هذا القطاع من هو دايره كلها، لازم تكون انت قلب هذا القطاع وعامل الكلام. بس الناحيه الثانيه طبعا يعني هنتكلم عن نادي الاتحاد مع عمرو ابو الخير، كم مدرب اشتغل؟ اكتر من 20 30 مدرب. والكلام ده مش ما ينفعش. ليه؟ لان الماده دلوقتي دخل عندك سموحه ودخل سبورتنج بقت مرتباتهم عاليه، يجي يشتغل معاك سنه يخلع ويجي او ما يكملش، لان برضه الاهتمام وقله الماده بالنسبه للمدربين قطاع الناشئين قليله، حتى البادجت بتاعهم او السالري بتاعهم قليل. طب انا واسيبه ازاي؟ هذا كان مدرب بيشتغل ببرايفت مع فرقته، يشتغل مع فرقته وبعد كده خلصه يروح يشتغل ببرايفت مع فرقته، وتقول مش مهم عشان يعني يساعد نفسه ايه يساعد نفسه؟ دي واحده. اثنين، انت سبت المجال لاولياء الامور، توحشهم تماما، بتدخلهم دلوقتي، انت مش هتقعد. وفعلا ما بيقعد. يعني اللي مجنني ان اللي بيقولوه بيتنفذ،
لا مدرب فاشل، مين اللي يحكم؟ حضرتك يعني كابتن احمد مرعي في حلقه من اديني- الحلقات، كابتن احمد مرعي في حلقه من الحلقات معانا قال حضرتك تاخد شطه في انك تجيب له سندوتش بس ما تتكلمش بباسكت. وده صح. انت مالك ازاي انت تقيم مدرب؟ لا اصل طب وبعدين ايه؟ هو ابني ما بيلعبش ليه؟ ما هو ابنك هيلعب يعني لسه واحده تديله عقله. يجي يطالبك ابني ما بيلعبش كوارتر ليه؟ تديله كوارتر. ابني ما بيلعبش من اول 5 ليه؟ تيجي تحط الف وب، ابني مش في الف ليه؟ معلش عشان خاطري بس حطه في الف. ما ينفعش. في ب هيستفاد، مش عايز يقتنع. لازم ابني يبقى في الف وبيتمكنوا. والمدير الفني لقطاع الناشئين مع كامل احترامي بينخ. فلما تنخ واحده بدايه التنازلات بتبدا بخطر. لو عملتها كل سنه وانت طيب يعقبها كثير من التنازلات. البدايه للاصلاح لازم ايد من حديد. من حديد. عشان كده بقول لك لازم السبورت من مجلس الاداره عشان تبني، لان انت الكسبان. ما بدل ما ادفع 12 مليون هتلاقي ولد طالع من الصغيرين يستاهل ان انت تديله تصرف عليه نص مليون بس وهيبقى هيشيل مكانه ب 12. تمام؟ يعني تقدر. ابني اللي من صلبي احسن من ابني اللي بنيه، بس يفهموا الكلام ده ويساعدوا على الكلام ده. وخصوصا ان الدنيا يمكن كنا بنقوله عمرو كان يعني مظلوم لانه عنده ملعبين بس وعنده 17 18 فرقه. دلوقتي نادي سموحه الجديد بقى فيه 3 4 ملاعب. حصل. يعني الدنيا اتفك. لا الدنيا فاتت خالص. يعني يلا بينا بقى اشتغلوا صح بقى. اشتغلوا صح واذبحوا بقى. وبعدين انت لو عايز تصرف، انت لو عايز تصرف على القطاع ده، ما انت ممكن تصرف عليه من الاكاديميات كره السله. يعني مش كل الناس هتبقى ابطال يعني، مدخلهم الاكاديميات بتاعه الاتحاد وابتدي يصرف على القطاع من طريق من ودي هتبقى مورد كمان، هتبقى مورد للنادي. يعني الناس كلها بتعمل يعني كده. بص اللي تقدر ترفع بيه مستوى المدربين واللاعبين وتقدر تعمل حاجات كتيره. بالظبط. وتقدر تعمل دراسات وتقدر تشوف صحيح. طارق وحسن كويسين، تذكرتينكم هم والرسوم اتدفعت في اتينا والتاشيره حتى هنجيبها لهم وطلعوا روحوا عايز أقول لك الاسبوع على ده حاجة. وتعالوا. اكتب له عقد ان هو هيقعد عندك فريق 5 بالظبط. سنين. لسه هو يعني كبير لازم بعقد ان هو هو يقعد 5 سنين. هو يعني. هيقعد. هو طالما نادي الاتحاد برضه، ما هو نادي الاتحاد ده بفلوس مش ببلاش. اسم نادي الاتحاد في السي في بتاعك بفلوس وتتحاسب. انتوا هو بيبقى الاستاذ حسن يقصد ايه؟ ممكن ان انا تخاف. النهارده بصرف عليك النهارده، فالمقابل ده انك لازم تقعد بقى ايه؟ جولات تفيدني 3 سنتين سنين. 3. ما تتحركش بقى من النادي. ما هو ده اللي بتكلم فيه. احنا عايزين برضه المرتبات لقطاع الناشئين لازم تتعدل طبعا. عشان لما اجيب طارق طبعا. ويجي يشتغل وعارف انه كويس وهيفيدني اديله عشان ما يبصش بره، عشان ما مظبوط. يشتغلش برايفت من ورا ظهري. مظبوط. ما هي دي بقى بس مش برايفت. اللي بيزعل ايه؟ ان ممكن نادي الاتحاد بيقدر المدرب، فيجي المدرب للاسف ما يقدروش. بمعنى ايه؟ انا مثلا باخد 5 قروش، مجرد ان حد قال له بقوا 6 جري. ما هو انت لازم برضه. لا ما انا جاي لك. يعني لو المرتب كويس، ما هو في مرتب ايه اللي هو لكن بقى ايه؟ يعني انا لما تيجي تقول لي النهارده زي ما قلت لك ان النهارده نادي الاتحاد نادي البطوله له ثمن، ده لازم يبقى معمول حسابه عند المدرب. طبعا. يعني النهارده مش مع اول حد يشاور لي ما اسيبه. هو انت مضيني عقد. مضيني عقد لازم يبقى فيه عقود. انت والسنه اللي قبل اللي فاتت دي او السنتين 3 اللي فاتوا في فرقه ماشي عليها 3 مدربين وهي بتلعب نهائيات. صح. 3 مدربين لا داعي لذكر الاسماء. مدرب ماشي كويس ورجعوه تاني كمل. ينفع؟ لا. ده دماغ قطاع ناشئين تطمن منه انه يطلع لك حتى كاوتش. مش هيطلع حاجه. طب هل انت شايف اي حد من اللي موجودين من الشباب الصغير اللي موجود النهارده بيلعب فريق الاول، من اللي انت بما ان انت اللي عارف ان انت عينك دايما في قطاعات الناشئين وانا عارف ان انت كل ما عينك عليه، هل انت شايف في اي حد حتى لو بالشكل اللي يعني اللي هو مفيش نظام واضح مفيش اي حاجه، لكن هل في ناس ممكن نامل فيها في مواهب انت شايف انها جايه في المستقبل؟ في طبعا. في الاتحاد عنده شويه ولاد صغيرين كويسين، انما يعني اتخاذهم الفرصه انهم يشيلوا مع الدرجه الاولى صعبه. صعب قوي في ظل المجموعه الكواكب الموجوده يعني. فانت صعب قوي ان انت تطلع حد، بس على الاقل ما تسيبوش. طب ما احرقش القصه ما تسيبوش. طب اعمل ايه؟ لازم يفضل موجود عندك لغايه ال 22 سنه حتى يتعمل ريديف، يتعمل بي تيم ويبقى بيلعب ماتشات يطلع اعراض او تطلع اعراض. يعني عندك من الفاسيلتيز. وبعدين هم بيبقوا كام؟ يعني لما تغربل الدنيا كده تلاقي 4 5 لعيبه. 4 5 لعيبه بالقطاع كله مكسب طبعا. انا مش طالب منهم حاجه. انا مش طالب من قطاع الناشئين ده كل سنه يطلع لي واحد.
واحد بس كفايه. انا بالنسبه لي كفايه في ظل القوام اللي موجود طبعا. عندي فوق. طبعا. فانا عايز واحد. انت اسمه ايه؟ كيكي هو اللي دخل. الباقي معهم اللي معه احمد حسام واحده منهور، والتاني طلعت ده برضه راح طلعت كويس أوي. في دمنهور، ولد كويس جدا. بس البوزيشن بتاعه في الموجودين لا بعيد، فعايز وقت عبال ما يبدا يخش. فسيبه يدعك، بس انت طلع وخلي عينك عليهم، عشان لما هو الولد هيجي لوحده. طول ما انت مطلعه عامة هيبدا يرجع وتقدر تعمل التيم. بص في شغل كتير قوي مطلوب وعشان تنجح في هذا الموضوع لابد توفر الماده. وعشان توفر الماده انا وجهه نظري الخاصه، يعني الدرجه الاولى مثلا الفريق الاول فيه 15 لعيب كويس. المتوسط بتاع المرتبات نقول 2 مليون مثلا. لا اكتر. مش كده؟ اكتر شويه. خليها 2. انا عارف اصلا. طبعا انا مش عايز افتح. انت مش عايز تقول انا عارف. نقول 2 مليون صح، يعني متوسط. طب ما نشيلوا ال 2 مليون دول ونصرفهم في قطاع الناشئين وبناقص ده. واحد بس. واحد بس. صح. وفي سين يعني لسه داخل برضه ليه؟ يعني هم 2 مليون دول ما بيتصرفوش في قطاع الناشئين؟ لا. الرقم ده ما بيتصرفش؟ لا، اتصرف ازاي؟ لو اتصرف كان زمان القطاع ناجح. كان زمان القطاع ناجح اكيد يعني. وبعدين في كل حاجه في كل حته في الدنيا الانكم اللي بيجي لك بتعمل له ترتيب صح. انما نادي الاتحاد في القطاع الناشئين لا، بيجي الانكم طارم والباقي تبقى قاعد كده طول السنه بدون اي تنظيم. مش عارفين مرتبات مش عامه، انت مش عارف تدي وقت مدربين فسايبهم يشتغلوا برايفت. بس برضه ما ننكرش ان الاتحاد عنده ازمه ماليه كبيره. خلينا بقى مش ممكن قبل ما ننهي الحلقه غير ان انت توقعاتك السنه دي لايه في نهائيات سواء الكاس او الدوري ايه؟ بس عايزين نبتدي بالدوري الاول عشان انا نفسي اعرف راي حضرتك. الدوري فيه مشكله. الدوري عندنا فيه هيبقى فيه مشكله للامانه، لان الدوري هنضطر نلعب يوم 19 فاينل كاس. نفضل واقفين مستنيين الاهلي يطلع تصفيات البال ويرجع من البال. المشكله ان الانديه كلها تكون وقفت ريحت. انت البيك بتاعك طالع وماشي كويس والماتشات هتجيبك. فتره الوقوف ديت ممكن تاثر علينا شويه. هو هيبقى جاي بيلعب بس طبعا هو برضه هيبقى معاه 5 اجانب، انما على الاقل هيبقى معاه 7 من القوام الرئيسي بتاعه، يعني 7 و7 مؤهلين انهم يلعبوا. لان لما تيجي تقول عمر طارق مع عمرو الجندي مع ايهاب امين مع عمرو زهران اما يخف ويرجع، يعني ادي 5 هيبقوا جايين فايقين، يعني لاعبين برضه ماتشات وداخلين. وخصوصا والحته برضه المهمه اللي الواحد لازم نتكلم فيها ان الاهلي عمل كده، شكله عامل كده في ماتشات مع الاتصالات. لما يكمل الكاس هيعمل كده وهيروح على البال هيعمل كده ويجي لك وهو فهيجي لك هو في ايه بقى بالظبط. فمطلوب يبقى فيها تركيز شويه. اللي هيساعد على الكلام ده فوقانك اللي انت فيه دلوقتي انك تخلص بطوله الكاس. ودي ميزه لانهم بكره عندهم جزيره. فموضوع الكاس ده هو اللي ممكن يخليك تفضل. بس البوش هتاخد منه البنزين اللي يوصلك للفاينل. وخصوصا ما بقتش تفرق كمان، انما يعني بقت برضه الى حد ما كويسه ان انت هتاخد اول ماتشين هنا. فانت لو خلصت ماتشين هنا فانت في الامان للخامس حتى. صح. يعني ممكن هناك هتروح تموت نفسك في الثالث، اخدته يبقى مبروك عليك، ما قدرتش الرابع الخامس 100% هتخلص. لان بالحسابات على ال5 سنين اللي فاتوا مع الفاينل مع الاهلي مفيش فرقه قدرت تكسب الفرقه 3-0 صح ولا 3-1 ولا 3-1 كلها ما عملناش مع بعض خالص. كلها 3-2 لازم يلعبوا بعض لحد وصلنا للخامس. يبقى معنى كده ان انت لو اخدت الاثنين اللي هنا هتقدر تاخد واحد من هناك، ما قدرتش هتيجي تاخد الخامس. دي الحسبه اللي لازم يبداوا يفكروا فيها. حتى لو البيك بتاعنا وقع شويه ممكن يطلع، وخصوصا ان انت هنا ما يحصلكش زي ما حصل مع الزمالك. لان لو حصل هنا الاهلي يقدر اخد منك ماتش هنا هتبقى عندك مشكله كبيره صراحه. عايزك توعدنا ان احنا بقى ايه في ماتشات الكاس نبتدي نعمل تحليل كامل للمباريات، نمشي كده ماتش بماتش، ونعمل كمان سيشن. ممكن نعمل كده يوم برضو ايه تعالى كده نجيب كابتن رفيق برضو موجود يبقى في الاستوديو، نجيب الناس ونعمل الحلقه اللي احنا بنحلم بيها الاستاذ طارق ان احنا نعمل تحليل حتى رقمي واحصائيات. بكره جزيره بكره ان شاء الله. بعديها ب3 ايام اعتقد يوم الاثنين او الثلاث الماتش الثاني هيبقى فيه بنسبه كبيره. لا هيبقى فيها بنسبه كبيره اهلي زمالك. اهلي زمالك. فده ماتش برضه هيبقى من
من المتقلات يعني. ونقعد نتكلم عنه ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن. حبيبي شرف لينا كالعاده الله يخليك. ونتعلم. ساعدتنا يا وانا عارف اللي هيحصل بعد الحلقه، وعارف السوشيال ميديا، وعارف الرسائل اللي هتجيلي وكل حاجه. يعني بص احنا بنتكلم المصلحه، انا يعني انا مش كسبان حاجه من لا طبعا. انا بتقول الصح والناس تقول. انت موضوعك هي برضه هرجع تاني حاجه الاخيره عشان ننهي، يعني انت بتنهي الحلقه. بلاش قالوا له الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، بلاش قالوا له بس. بلاش قالوا يا جماعه كابتن زي ما بيقول لكم، بلاش قالوا له، انا بقول لكم اهو. انا اللي بقول لكم. نورت الدنيا يا كابتن. حبيبي الله يخليك، شكرا استاذ طارق كالعاده متالق. ربنا يخليك، شرفتنا. الله يخليك، شكرا ليا، الله يكرمك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده برنامجكم استاد اسكندريه. كل الشكر والتقدير طبعا لكل القائمين على العمل في برنامج استاد اسكندريه، الاستاذ اسامه الرافعي مخرج البرنامج، اسره الهندسه الاذاعيه. كل الشكر والتقدير ليكم، اشوفكم في حلقه ان شاء الله.